دخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي سباق التعاقد مع الدولي المغربي الشاب أيوب بوعدي بعدما لفت لاعب وسط ميدان ليل الفرنسي الأنظار بعروضه القوية رفقة المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم 2026 ليواصل جذب اهتمام كبار الأندية الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية. وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن وصيف بطل الدوري الإنجليزي يراقب عن كتب تطور مستوى بوعدي الذي يعتبره مسؤولو النادي واحدا من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية في ظل المستويات المميزة التي يقدمها سواء مع فريقه ليل أو مع أسود الأطلس في المونديال. وأضاف المصدر ذاته أن مسؤولي مانشستر سيتي أجروا اتصالات مباشرة مع إدارة نادي ليل للاستفسار عن وضعية اللاعب وإمكانية التعاقد معه، وهو ما يعكس جدية اهتمام النادي الإنجليزي بخدمات لاعب وسط الميدان المغربي. وفرض بوعدي البالغ من العمر 18 سنة نفسه كأحد أبرز اكتشافات كأس العالم 2026 بعدما قدم مستويات نالت إشادة واسعة بفضل هدوئه الكبير في وسط الميدان وقدرته على التحكم في نسق اللعب إلى جانب شخصيته القوية رغم حداثة سنه، ما ساهم في ارتفاع أسهمه بشكل لافت داخل سوق الانتقالات. وفي تصريحات لصحيفة ذا أثليتيك البريطانية أعرب بوعدي عن سعادته البالغة باهتمام بعض الأندية به، ولكنه أكد أن تركيزه الحالي منصب بالكامل على كأس العالم، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق أفضل النتائج مع المنتخب المغربي قبل التفكير في مستقبله.